السلام عليكم. ما هو تحليلك حول رفع التحفظ في قوانين سيداو المخالفة للقيم والدين بصفة عامة؟ سيداو هذه والله عمري لا سمعت بها من غير السمانة هذه في التيك توك. والشي اللي فهمته هو كما الشي اللي قلته درك أنها قوانين شوية ليبرالية اللي تتنافى مع عاداتنا وأخلاقنا وديننا. با بلوس. ما رحت قريت سي ان سوجي اللي لم اطلع عليه. علاش لم اطلع عليه؟ لانه بالنسبه لي انا لا حدث. بكري كي كان القذافي ربي يرحمه كنت نشتي نتفرجوا في اليوتيوب، كنعود قاعد هاك يعجبني لانه مهيبله ولكن عبقري، فيه شيء كبير من العبقريه القذافي. مثلا هو تولى الحوايج قبل فايت وقته بقرون. نهار قال لافريك قال لها لازم ديري لي ساتيليت دو كومونيكاسيون تاعك، ولازم توفري احتياط كبير من الماء الصالح للشرب، ولازم يكون عندنا بنك افريقي للتنميه. فهم حوايج اللي لي مونوط اللي كانوا مدايرينهم لنا واللي درك مدايرينهم لنا، هو فهمها قبل لي ديريجون تاعنا. سيتي كان اللي عنده تفكير. خطره كانوا يهضروا في سوجي تاع السيده، قال لهم فيروس السيده هذا ناس ملاح، ولد فاميليا. فيروس السيده كي ما تروحلوش ما يجيكش، عكس فيروس كورونا مثلا اللي تعود قاعد في عقلك يجي هو يدخل فيك. فيروس السيده قال لهم ترونكيل ناس ملاح، ما تروحلوش ما يجيكش. نفس الشيء بالنسبه لقوانين السيده وهذه. احنا عندنا عوام واللي ولفنا المنع بالقوة في بلاصة الاجتهاد في التربية. مثلك مثال بسيط باش تفهم. الدولة تخسر دير طريق كبيرة عريضة باش الناس تمشي ويتنحاو المشاكل تاع السركالة وكذا، يجي طفل صغير قاطع نامبورت كومون، تقيس اوطوموبيل يموت، غدوة يجي يديروا دودانات. الدودانة هي رمز للمنع بالقوة، نمنعك انك تمشي بالقوة. الور في الاجتهاد في التربيه هو انك تعلم هذاك الطفل الصغير يقطع الطريق، مش انك دير دوضانه. تفهموا الباساج بيتون، لا باسريل، لي فو روج كيفاش يمشي، وكي تجي تقطع خزر اغوش يا دروات، سا برون بلوس دو طون، لازم مجهود كبير. ولكن هذيك هي لا باز الصحيحه، انك تربي مش انك تمنع بالقوه. لذلك بالنسبة لي أنا اللي خارج من عائلة كل إناء بما فيه ينضح، معتمدة 100% على التربية، قانون سيداو ما يقلقنيش. غدوة كان يوتوريزيو تو سكي انتردي في الدنيا، يوتوريزيو لا دروغ لا كوكوزوت لا بروستيتيسيون كذا، ما تقلقنيش. كاين ناس خاوتنا راهم عايشين في الدنمارك، بي سوبر ليبرال، عايشين في الانجليز، عايشين في الامريكان، ولكن قادرين يربيو ولادهم. وكاين ناس ساكنين في الدوره تاع الكعبه وما مش قادرين يربوا ولادهم. اذا لازم الرجوع للاجتهاد في التربيه. قالش الحلاج مالي ومال الناس إن مالوا وإن عدلوا، ديني لنفسي ودين الناس للناس. وتوصية الرسول صلى الله عليه وسلم على آخر الزمان هذا اللي فيه الفتن يقول لك نفسك وأهل بيتك. سوف تسأل عن نفسك وعن أهل بيتك، الناس اللي عندك سيطرة عليهم. اجتهد في التربية، ما يقلقك لا سيدا ولا حتى قانون آخر. كاين مثال ديما نشتي نضربوا في هالمواقف، هو بني مزاب عايشين في وسطنا، ولادهم يقراو في نفس ليزيكول تاعنا، يمشيو في نفس الرواد تاعنا، ولكن قادرين يحافظوا على شيء من التربيه في وسط المجتمع الاحمق. علاش؟ لانهم يفيفون كوميونيتي في بعضهم. احنا ضحكنا على جدودنا اللي كانوا معتمدين على العائله الممدوده، وحنا محلبين وفايقين وهربنا الى العائله النوويه. جون هوم اي جون فام يتزوجوا، يديروا بارتما ويسكنوا وحدهم. هذه العائله النوويه. من بعد يولي اي حاجه تصرى
في المجتمع تأثر فيك، لأنك مجبر على الاختلاط بهذم الناس، عكس العائلة الممدودة. الناس كانت تعيش في بعضها، لأني أخلاقي مش كما أخلاق العائلة الأخرى، نيفويا مش كما نيفو الآخر. ألور بور بيرميتر لولادهم أنهم يلعبوا ويزهوا ويخرجوا، ولكن في بعضهم كما راهم عايشين بلي مزابطين. إذا السيدة، وهذا لا حدث بالنسبة لي، ولكن هو إنذار للناس باش تعاود ترجع للاجتهاد في التربية. التربية ماهيش منع بالقوة بالقزولة، التربية هو أنك تهيئ أولادك للمخاطر اللي راح يلقاوها في الطريق برا. هذا ما كان أنه يليغاليزي لك مثلا لا دروغ، ما يفرضش عليك أنك تروح تكونسوميها، يليغاليزي لا روح، لا حدث. شوف تهلا في روحكم.